بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. أصدقائي اليوم راح أنزل لكم مقطع تتأكدون من كملكم شغال ولا لا. إذا كان شغال تحسن تروح بيه على سوريا إجازة، وإذا كان واقف ما تحسن تروح بيه، يعني تروح بس ما تحسن ترجع، ما يدخلونك بالرجوع. على كل حال ندخل على الرابط. هذا الرابط أنا أريد أترك لكم الرابط أسفل المقطع وأنتم تتأكدون بنفسكم. يعني ندخل على الرابط. بسم الله. الحزيج فتح عندنا الرابط. أصدقائي، أول فراغ نحط بيو رقم الهوية الأجنبية اللي هو تي جي، رقم التي جي يعني 99. ثاني فراغ الاسم. ثالث فراغ اللقب. الفراغ الرابع يوم الميلاد، يعني أي نهار صار. اللي بعده شهر الميلاد، يعني أي شهر صار. وآخر شيء مواليده، يعني سنة الميلاد، مثلا 2000، 1995، 1996، هيك يعني. وبعدها بس بعد ما يعبي الفراغات يضغط على المربعين. أنا لست بروت، بن روت دي غريلين. وبعدها المربع الأزرق هذا بس تطلع لي هنا صورة زرقاء، معناته الهوية شغالة. وإذا ما طلعت لي صورة زرقاء معناته الهوية واقفة. هنا بيطلع لك قيد برنامج، يعني ما في قيد. هنا مثلا ندخل 99، 99، 88، 77، هذا الاسم التيجي. هنا بندخل الاسم في راس مثلا. هنا غانم. هنا مثلا صرت بالشهر 29، الشهر الأول مثلا، مواليدي 1995. بعدها بن روت ديغلين، يعني أنا لست بروت. يعني الطريقة سهلة جدا جدا، ما بدها كل شيء. هين نعطيه بحث، بس يعطينا مربع هيك نعطيه بحث. إذا كانت معلوماتك دقيقة ما يطلع لك خطأ. مثل هنا عندي، هنا مثلا أنا دخلت رقم تي جي من عندي، مو رقم تي جي الهوية تبعي. وهاي كلها الطريقة يا أصدقائي، ما بدها لا عذاب ولا شيء. وشكرا لكم.